اهلا وسهلا بكم في قصه جديده ديال المتتبعه ديالي. هي حيرانه بزاف ومرونه، الله يحسن العون. انا ملي سمعت القصه ديالها قالت لي عافاك قوله وحطها. الناس هما اللي ينصحوني وهما اللي يرشدوني شنو نعمل، حيتاش انا ما عارفاش راسي واش انا على حق ولا انا على خطا. القصه ديالها كتبدا انها عندها خوتها اللي كانت باقا صغيره، والفرق المعامله بينها وبين خوتها من طرف ماماها كانت مختلفه تماما، لدرجه انها دائما كانت كتحس بلي هي غير مربينها، غير مبزينها عليهم في العائله، ما نعرف شنو واقع، ما فهماشي. حتى نضت وتزوجت وجاب ربي ولد الناس وتزوجت من مدينه اخرى بعيده وعملت وليداتها تبارك الله. فبقى داكشي ماشي هو كيتزاد، ماشي زعما بعدات يقول الانسان غتبعد وغادي كيكون الثقه وكيعزز واحد اخر، والو. كل ما كتزيد المده كل ما كتزيد المعامله كتخيب اكثر واكثر. المهم وقعت لهم واحد الجنازه، مات واحد السيد من العائله ديالهم، مشات هي المدينه اللي فيها ماماها، دوزت واحد الصيمانه في الجنازه، سالاو الجنازه، كانوا بزاف ديال الحركاشات من ماماها. كتطيح لها الهضره، كتقول لها الهضره خايبه، كتزبل فيها، كتعمد انها تقول الهضره الخايبه اللي ما فيها شي قدام الناس مع العائله، كتحاول تشوه لها السمعه ديالها على القول ديال السيده اللي عبدت لي بدون سبب بصفه نهائيه. دازت ديك السيمانه، مشات هي رجعت بحالها للدار ديالهم، الدار ديالها المراه فين مزوجه. قالت لي ما داز شي الوقت بزاف، واحد 10 ايام كنظن 15 يوم، ومات واحد السيد قريب من عائله ماماها. مشات هي للجنازه عاوتاني، هنا فين غيكون النقطه اللي غتفيض الكاس. ملي مشات للجنازه قالت لك الناس كيجيو يعزي والحاله حلت الله نتينا عارفه. صافي ماماها غير لاصقه فيها غير كتزبل فيها، كتقول لها الهضر. قالت لي اللي ما نقدرش نقولهم لك ما يكونوش شي مره، لدرجه انها بدات كتقول لها كتهمها في الشرف ديالها وبزاف ديال الحاجات. قالت وهي كتحاول تهضم الامور وكتزيد وهذا وهذا وهذا، كل مره وشني كتجيب. طول المده ديال العزو هي واخا كيدخلوا العائله كيقولوا الله يهديك فلانه راه بنتك ما عملت لك والو، واش عندك معاها، رخف عليها، بعد منا، حشومه، ما كيكونوش الامهات هيدا، عيب، والو، ما كتسمع حتى شي واحد. قلت لك حتى وصل واحد النهار اللي ناضله المشكل هي مع الاخ ديالها، الام ديال السيده اللي كتعاود ناضله المشكل مع الاخ ديالها. ناضوا كيدابزوا، ناضت الحيحه، الاخ ديالها سمح فيها وخرج فحالو، خرج فحال من الزنقه. شنو عملت هي على الدور لما غتجبر هاد بنتها قدامها، راه نبردوا فيها غدايد. صافي قالت لك جات لصقت فيها لصق العامه، وكتقول لها في الهضور خانزين، وكتقول لها نتينا المدينه كامله دازت عليك، ونتينا حاشاكم وحاشا وجهكم، والرجال كاملين مشيتي معاهم وهذا وهذا. قالت لي وسيما واحد الهضره اللي ما يقدرش الانسان يستحملها. قالت لي انا في ديك اللحظه ديال العصب صافي وصلت للحظه الانفجار، جاوبتها شي هي بشي كلام قبيح ولا نعتتها بشي حاجه خايبه، ولكن جاوبتها، ردت عليها الهضره وهذا والو. قالت لك كيشبروها الناس، كيقولوا لها انت عندك المشكل مع خاك، هي شنو عملت لك، فاش اداتك، فاش قربت لك، والو. قالت لك هي ما كايناش، ماشي هنايا، هي اللي في راسها واللي مركزه فيه وقع لها هذا المشكل. قالت صافي هي ملي هادشي قدام الناس، يعني قدام كل شيء، العزايه العائله كامله كتقول فيها الهضره خايبه، قلت لكم كتوصل الهضره خايبه عليها الناس. دابا شنو عملت المتتبعه صيفطت لي القصه، قالت لي بانني وسيمه دابا صافي وصلت لواحد المرحله اللي قطعت عليها مره، ما كنهضرش معاها، ما كنمشيش للدار ديالها، ما كنصدمش فيها، ما كنعمل حتى شي حاجه. قالت لي واخا جاو العائله كيتدخلوا، قالت لي واخا الاب ديالي عيط وتدخل وقال لي اجي، قالت لي حيت هادشي هذا كيتعاود. قالت لي شحال من مره نعرفت الشيطان كنمشي في حالي وما كنعاودش نجي، وعاوتاني نهار اللي كنجي قالت لي كيعيط لي الاب ديالي وكيقول لي اجي ونعاد الشيطان وهذا. قالت لي نهار اللي كنجي كنفوت نهار كنبدا بالمعيار والسبان، واقل حاجه كتقول لي حنايا جالسين في الدار ديالنا نتينا جيتي عندنا بحال الكلبه، نتينا اللي مجان عندنا، حنا في دارنا عطيناك الثقه، علاش مجان عندنا؟ كتهضر ديما كتقال. دابا قالت لك ابدا، واش باقا كتقول غادي تزيد تدخل عندها نضر، ولا باقا تزيد تفرينطر معاها شي حاجه، واخا يرغب شكون ما رغبه، واخا يتدخل شكون ما تدخل.
قالت قرر انها ما غاديش تجي، لدرجه ان الاخ ديالها مرض ورجلو مرضات وهذا تهرس من رجلو ومشات. قالت كتدي غير وليداتها، كدي وليداتها يشوفوا خوالهم، يشوفوا خوالاتهم، يشوفوا عزيزاهم وجدهم، ولكن هي ما كتطلعش. هي كتنزلهم بالطوموبيل وكتمشي في حالها. خاها قالت لك ملي مرض طلع ليها غير من الطاقات، شيرت له ومشات في حالها صافي، ما خصهاش تزيد عاد تدخل ولا تزيد تتلاقى مع ماماها. وهي مسكينه حيرانه ومعذبه في هادشي هذا. الله يعمل لها تاويل الخير. وكتقول لكم قولوا لا، رشدوها، واش هادشي اللي عملت مزيان؟ واش تسامح صافي وترجع، وخا ترجع لنفس الدوامه وعترجع نفس الشيء وعترجع في المشاكل وتدي السخط والحاجات، ولا صافي تشبر هاد الثقه ديالها وتبقى ماشيه هكذا في هاد القرار ديالها؟ شنو تعمل؟ حيتاش هي راه الراس ديالها غينفجر بالتفكير ومأرقه مسكينه هاد المشكل. عافاكم لا ما تخليو لهنايا الاراء ديالكم تشاركوها. هيا غتقرا الكومونتيرات ديالكم، الله يخفف عليها.